السعودية ستمرر ما معقولة الإمام يقود حرب وما ينتصر بيها. نعم. أبدا، الإمام الآن يقود الحرب، وراح أقول لكم كيف يخرجون إليكم أصحاب الإمام الحجاج. نعم، تفضل. الإمام شايفين هذا التورش اللايت آخر ما صنعوه، يعني في الأجهزة هذا التورش اللايت هذا اللي نعم. تمشون به بالظلمة. نعم. فآخر ما صنعه علماء الإمام هذا التورش، بعدهم يعني كملوه. هذا بشرى لكم يعني حتى تمنون ايش قد احنا نقدر نقاتل. نعم. هذه الطائرة من تصعد مجرد أن يوجه يطلع من عنده شعاع ليزري إلى الطائرة يسقطها في الجو. شعاع ليزر قادر على كل جندي عند الإمام عنده هذا التورش، يسقطها في الجو، يمنع عنها يعني الاتصال، فيكون الطيار أعمى فيسقط الطائرة في الجو أو يحرق شنو خزان الوقود. أقسم بالله قد جرب قبل 7 أيام. وهيدا الليزر هالقد مطور إنه قادر يوصل هالأبعاد. اسمعوا. ودي أصدقك بس قوية. قبل 7 أيام. من 7 أيام حضرتك يعني مدرك؟ أنا قلت لكم على هذا الكلام وأنتم أحرار، أقول لكم قد جرب من قبل 7 أيام. ما بعرف المشاهدين اللي هلا قاعدين ببيوتهم عم يسمعوا هذا الكلام شو بدهم يقولوا. قد جرب قبل 7 أيام. إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني ما يحتاج أقول لك كذاب، أنت تدري إني مكذبك. حتى لو قلت لك سبحان الله يا أخي والله صلى الله عليك وسلم، حتى لو سويت نفسي معك لا يمكن، في أشياء لا تصدق. تفاجئكم، ستحرق الدبابة وهي واقفة مجرد بهذا. كان هو كمبيوتر فطور لأنه صعوبة حمله للجندي. صارت أجهزة بتقدر صارت نعم، كان قبل 4 سنين أو 5 سنين كان كمبيوتر فطور، يعني اللي هو صار لايت. نعم. هذا اللايت اللي خفيف على الحمل، بشاشة صغيرة اللايت، بس توجهه بإيدك هيجي يعطي رأسا يتصل بالطائرة قبل بالذبذبة مال الطائرة، تطلع الشاشة صغيرة، الشاشة مالتها الكبرى يعني هيدا سلاح من أسلحة من